عايزك تحط نفسك قدام خيارين. الاول انك تقعد النهارده تتفرج على فيلم وتطلب اكل من بره وتخلص تسمع الماتش وتديها بتاع 12 ساعه نوم، والتاني انك تصحى بدري تقرا كتاب تتعلم مهاره جديده وتطلع تجري شويه. هتختار انهي؟ اهلا بيك حضره القارئ في حكايه كتاب، حيث تنمو الافكار وتبدا الحكايات. ولان كل كتاب ليه فكره وكل فكره ليها حكايه، عملت لك حكايه كتاب. لو انت من محبي القراءه وتطوير الذات، اهلا بيك حضره القارئ في بيتك. معاك اخوك يوسف شعبان، يلا بينا نبدا. فاكر السؤال اللي سألته لك في بداية الحلقة وحطيت قدامك اختيارين، تأنتخ ولا تقوم وتتعب؟ أنا واحد من الناس هختار خيار الأنتخة أول حاجة أكيد، لأني ببساطة بعرض عليك كل المتعة اللي بتحسسك بالسعادة اللحظية بمجرد ما بتعملها بتنبسط. إنما لو أنا قرأت النهاردة هستفيد ايه النهارده؟ لو اتعلمت مونتاج مثلا لمده ساعه هبقى عنتيل يعني ونافس مصطفى مكرم؟ وهنا المعضله حضره القارئ، انت مش بتفكر في العاده مفيده او مضره، انت بتفكر في العاده دي هتمتعك في ساعتها ولا لا. طب ازاي اقدر اخلي العاده المفيده ليها مكافاه في ساعتها زي باقي العادات التانيه اللي بنحبها؟ واحده من اقوى الحلول اللي ممكن اديها لك على سبيل المثال التحويش. ازاي انك تحوش فعلا بس من غير ما تحرم نفسك؟ خلي عندك حصاله او اي حاجه تعرف تشيل فيها الفلوس وسميها مثلا حصاله الجاكيت الجلد، ده بافتراض انك عايز تحوش عشان تشتري جاكيت يعني. وكل ما تمنع نفسك انك تشتري حاجه، عايزك تحط فلوس الحاجه دي في الحصاله. اروح اشتري ماوس جديد للكمبيوتر، طب الماوس اللي عندي ممشي نفسه وعامل دنيته، احط 200 جنيه بتوع الماوس في الحصاله. مش هاكل كشري النهارده من بره، احط 50 جنيه بتاعه الاكل في الحصاله. وهكذا انت كل مره بتحوش فيها مش بتحرم نفسك، بل بتدي لنفسك مكافاه انك تشتري الحاجه اللي انت فعلا عايزها. سنه 1933 احد البنوك الكنديه عينت سمسار شاب عنده 23 سنه اسمه ترينت ديرسميد. عمك ترينت كان حاطط على مكتبه برطمانين كبار، برطمان فيه 120 دبوس ورق والبرطمان التاني فاضي. بيعمل بيهم ايه؟ كان كل ما يعمل مكالمه مبيعات ينقل دبوس من البرطمان المليان للبرطمان الفاضي، وكان بيفضل يعمل مكالمات طول اليوم لحد ما ينقل الدبابيس من البرطمان المليان للبرطمان الفاضي. هو عمل ايه؟ خلى التقدم بتاعه مرئي قدام عينه. يا يوسف يعني هو حوار الدبابيس ده فرق معاه قوي؟ اسمح لي اقول لك حضره القارئ انه في غضون 18 شهر بس ترينت حقق للبنك 5 مليون دولار، ومرتبه كان ساعتها بما يعادل النهارده 125 الف دولار سنويا. انت متخيل حضره القارئ حاجه بسيطه جدا زي استراتيجيه دبابيس الورق دي ممكن تفرق في حياتك ازاي؟ نزل لنفسك برنامج متتبع للعادات، وكل ما تعمل تاسك اعمل صح جنبه وشوف انجازاتك في اخر اليوم. اعمل سلسله من المهام وطبقها كل يوم، واوعى تكسر السلسله دي مهما كانت، لان انت كل ما بتطول فيها كل ما بتتغير اكتر. وتتبع العادات ده في حد ذاته مكافاه، انك تلاقي نفسك خلصت كذا تاسك ورا بعض وتشوف الصحات كلها نازله تحس كده بنشوه غريبه، تقول طب ما جامد والله. وهكذا حضرة القارئ مع كل عادة تبنيه. في ثمانينات القرن العشرين تصاعد تحديد الحرب النووية، وده اللي خلى روجر فيشر متخصص المفاوضات وإدارة النزاعات يقترح اقتراح غريب جدا. هو عارف ان شفرات القنابل النووية مع الرئيس الامريكي، وانه في ثانية يقدر يبيد عشرات الملايين من البشر من غير حتى ما ياخدوا بالهم ايه اللي حصل. لذلك اقترح ان الشفرات النووية دي تكون مع احد المتطوعين بغض النظر عن مين هو، ويكون معاه سكينة جزار، بحيث ان الرئيس الامريكي لو هبت في عقله مرة وحب ان هو يستخدم الشفرات النوويه دي لازم يستخدم السكينه ويقتل المتطوع اللي معاه الشفرات. فيشر لما عرض الفكره دي على الحكومه الدنيا كلها اتقلبت، قالوا له انت عارف حاجه زي دي لو حصلت ايه اللي ممكن يحصل وازاي صوره الحكومات ممكن تتشوه في العالم كله؟ فيشر هنا عكس القانون، مش القانون بيقول لك اجعل المكافاه مرضيه، هو هنا جعل المكافاه مهببه. وانت كمان حضره القارئ هو رئيس الولايات المتحده الامريكيه احسن منك يعني؟ زي ما بتحط لنفسك مكافاه للعاده الحلوه، عايزك كمان تحط لنفسك عقاب لو انت ما عملتش العاده دي. ويا ريت بقى ويا حبذا ويا فرحه ايامي لو خليت معاك شريك في الموضوع ده يطبق معاك العقاب عشان ما تكسلش، زي براين هاريس رائد الاعمال بولايه تينيسي، واللي بعد ميلاد ابنه ادرك انه لازم يخس، حط لنفسه جدول تخسيس فيه عادات اكل صحيه وتمارين رياضيه. وبص بقى دي، هو اتفق مع زوجته ان اي عاده من العادات دي يخلفها يديها 200 دولار، وكل مره ينسى يقيس وزنه فيها يديها 500 دولار، وكل مره ينسى فيها انه يطلع يجري هيغير ستايل لبسه كله. مش محتاج اقول لك بعد كده انه حقق هدفه وخسر وزنه بكل ده. طب يعني العبره من القصه دي كلها ايه؟ مش انك تتجوز، لا، واهدى شويه، ها اهدى. العبره هنا انك تخلي حد معاك يلسوعك كل ما تغلط، ولو وجود الزوجه هو اللي يخليك تعمل كده وتبني عادات صحيه انا مش هقف في طريق. روح يا ابني اتجوز وانا راضي عنك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرزقك الزوجه الصالحه. اللهم لا تدع كل سبسكرايبر في هذه القناه الا وزوجته. اللهم لا تدع كل من داس لايك الا وهبته من عندك يا رب. يلا زي الشاطر بقى روح اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان توصلك الحكايات الجديده اول باول. جرب كده تطبق موضوع العقاب ده مع والدك وروح قول له يا والدي انا شايفك تخين حبتين، ايه رايك كل مره تاكل فيها عيش او كرب زياده تديني 200 جنيه؟ لو هزقك ماليش دعوه، انا قلت لك روح اتجوز. طيب من الاخر خالص بقى، كيف تصبح عظيما بحق؟
عارف مايكل فيليبس؟ السباح العالمي واحد من اعظم الرياضيين في تاريخ الاولمبياد، ومفيش اي لاعب تاني في تاريخ الاولمبياد فاز بعدد ميداليات اكتر منه في اي رياضه تانية. خليني اعرفك على شخص تاني ما اظنش انه مشهور زي مايكل فيليبس ولكنه لا يقل عظمه عنه. هشام الكروج عداء مغربي فاز بميداليتين اولمبيتين ذهبيتين، ويعد اعظم عداء للمسافات الطويله في تاريخ اللعبه دي كلها، حتى بارقام قياسيه كتير. تقول لي طب انت ليه بتقول لي عن الكروج وفيليبس دول؟ اسمع معايا بقى وما تقطعش رزقك. الاثنين دول مختلفين في كل حاجه، واحد قوته ومجده كله على الارض، والتاني قوته وابداعه كله في الميه. الكروج طوله 175 سم وفيليبس طوله 193 سم. طيب لو الاثنين دول كل واحد فيهم بدل مع الثاني ولعب الرياضه بتاعته، هل هيحققوا نفس النجاح اللي حققه كل واحد فيهم في الرياضه بتاعته؟ بكل تاكيد لا. العداء لازم يكون ليه بنيه جسمانيه معينه، وفيليبس طويل جدا فبالتالي كتلته العضليه زياده وهتقله جامد وهو بيجري، والمنافسه مش بس هتبقى صعبه بالنسبه له، دي هتبقى شبه مستحيله. ما ينفعش تنافس في حته مالكش فيها، او ما ينفعش تنافس في كار مش كار. ساعات بتروح الجيم بتلاقي ان واحد معاك بعد اول كام شهر جسمه اصبح ضخم بينما على الناحيه الثانيه واحد تاني بيفضل قاعد شهور وشهور اضعاف مده الاولاني، كتلته العضليه بتزيد ببطء. لذلك في واحد مولود عشان يلعب كمال اجسام وهو مهيئ لده، ولو لعب مجال تاني هيفشل. وفي واحد تاني مولود عشان دماغه تكون مهيئه للدراسه والبحث العلمي. الدوبامين عنده بيفرز بكميات ضخمه لما بيقف قدامه مساله حسابيه، وما اقولكش بقى على النشوه اللي بتجيله لما يحل المساله دي بعد ساعات متواصله فيها. ازاي بقى تعرف الحاجات دي اللي انت موهوب فيها وتقدر تعملها باتقان؟ اول حاجه تعملها هتختار العاده الصح قبل ما تبدا تنفذها، وقلت لك قبل كده ازاي تختار العاده الصح في القانون الثالث: اجعل العاده سهله، وطبق نظريه التجربه والخطا وجرب الحاجه دي. الدنيا ماشيه في الحاجه اللي انت فيها دي فل جميل، كمل استثمار فيها. ما لقيتش نفسك في الحاجه اللي انت فيها دي، وقف وكمل بحث على حاجه تانية تلاقي نفسك فيها. كمل بحث، دور في مجالات مختلفه، شوف حاجات انت عمرك ما جربتها قبل كده. انت ممكن تكون لاعب كوره عالي قوي وكان ممكن يكون ليك انجازات ضخمه في اللعبه دي، ضيعت عليك الفرصه دي بسبب انك ما جربتش تلعب كوره قبل كده. ممكن تبقى دماغك عاليه جدا في التفاوض والكلام مع الناس بس ما جربتش تتاجر قبل كده، وكان ممكن لو جربت تنزل وتشتغل في المبيعات تهز السوق كله، ولكن انت برضو ما جربتش. طول ما انت عايش دور، اكتشف، ابتكر، فكر. انت مخلوق عشان تعمر الدنيا دي، ربنا خلقك لسبب. طول ما انت عايش دايما دور انك تشوف حاجه جديده. شركه جوجل بتعمل كده مع موظفيها. جوجل بتقول لموظفينها 80% من شغلكم الشغل الاساسي بتاعنا، وال20% الباقيين اختاروا تشتغلوا في المشروع اللي انتوا بتحبوه. وده ادى فيما بعد لابتكار منتجات عظيمه زي جيميل مثلا. اسال نفسك ايه الحاجه اللي انا بعملها مش ببقى متضايق وغيري بيعملها بيبقى متضايق؟ حاجه انت بتعملها بتنسى نفسك والوقت بيعدي بسرعه من غير ما تحس. بص، عايزك تسيبك من كل حاجه انت اتعلمتها، عايزك تسيبك من توقعات المجتمع، عايزك تسيبك حتى من كلام الناس اللي حواليك. ايه الحاجه اللي لما انا بعملها ببقى انا؟ ما تحطش قيود لنفسك، ما تحطش افكار محدده، سيب مشاعرك المره دي هي اللي تسوق وتوديك. وعشان ما اضحكش عليك، الموضوع بصراحه فيه جزء من الحظ. على سبيل المثال هشام الكروج ومايكل فيليبس اجسامهم كانت مثاليه بالنسبه لهواياتهم واتولدوا في بيئه ساعدتهم على بلوغ القمه، ولكن راجل واقعي وبقول لك لو انت دورت على الحظ في كل حته وما لقيتهوش، اخلق حظك بنفسك. سكوت ادمز الرسام الكاريكاتيري الشهير بيقول لك كل واحد فينا احسن في حاجات تانية من الناس بنسبة 25%، مش شرط يعني يكون مبدع فيها قوي فنان. ادمز ده بيقول لك مثلا انا مش احسن رسام في الدنيا، ولكني عارف اني احسن من بعض الناس في الرسم بنسب بسيطة، وفي نفس الوقت انا مش احسن واحد بيقول نكت في الدنيا، ولكن بقول كام نكته دي اللي قدامي بتضحكوا. السر هنا انك تقدر تدمج براعتك في الرسم مع براعتك في القاء النكت اللي هم مش احسن حاجه عندك بالمناسبه، ولكن لما يجتمعوا مع بعض تقدر تولد حاجات عظيمه جدا وتعمل شخصيه تعلق مع الناس زي شخصيه ديلبرتون اللي عملها سكوت ادم. فلو ما قدرتش تكون الافضل عشان تفوز، تقدر تكون مختلف وباختلافك ده تفوز، ولما تفوز هتبقى الافضل، لانه عادي مش لازم مره واحده تبقى جامد فيها 100%. انا يا عم قدامك اهو بحب القراءه جدا، بس في نفس الوقت انا مش اكتر واحد بيقعد على الكتب بالساعات ويقرا، ولكن في نفس الوقت انا بيقولوا عليا متحدث جيد قدام الناس، فليه ما ادمجش مهاره التحدث دي مع حبي للقراءه واقدم لك حاجه زي حكايه كتاب قاعده جولدي لوكس. سنه 1955 افتتحت مدينه ديزني لاند في كاليفورنيا. ساعتها دخل ولد صغير عنده 10 سنين يشتغل فيها، وساعتها قانون العمل في ديزني ما كانش بالصرامه اللي هو عليها النهارده، فالولد اشتغل في بيع الكتيبات اللي بترشد الناس داخل ديزني لاند مقابل 50 سنت للكتيب. وفيما بعد دخل جوه محل العاب سحريه وبدا يتعلم خفه اليد من الموظفين، وقال يعمل زيهم عروض سحريه ويقدم بعض العروض الكوميديه. ومع التجربه حس ان هو ملوش في العاب الخفه قوي، وحط لنفسه هدف
انا عايز ابقى فنان كوميدي. بيفكرني بحد الولد ده. وفي سنوات مراهقته بدا في القاء العروض الصغيره في لوس انجلوس، والعرض الواحد ليه ما كانش بيتخطى ال5 دقائق، وبدا يزود مده عروضه واحده واحده من 5 ل 10 دقائق لحد ما وصل 19 سنه، ومده العرض الواحد بتاعته بقت لا تقل عن 20 دقيقه. هو اتطور ومهاراته في التواصل اتحسنت، كان كل يوم بيتدرب على القاء النكت، يطور من كل حاجه هو بيعملها واحده واحده لحد ما بدا يظهر في السبعينات على التلفزيون، وفيما بعد اصبح ضيف دائم في برنامج ذا تونايت شو وساتردي نايت لايف. ودي مش قصه ستيف هارفي يا بصمجي، لا، راجع الحلقات اللي فاتت وتعرف مين هو ستيف هارفي. ستيفن مارتن. ستيف مارتن فضل 18 سنه كامله يطور نفسه في كل حاجه وبيعملها في العروض الكوميديه، ولكن بالتدريج. الدماغ البشري بيحب التحديات زي يعني، ولكن بشرط انها تبقى مقبوله او في مستوى قدراته. لو انت بتحب تلعب كوره هتمل لما تلعب قدام عيل صغير، هتحس ان انت بتكسبه دايما في كل حاجه ومش هتحس بنشوه او حاجه بتخليك تستمر في اللعب. ولما تلعب مثلا مع ميسي في احلامك طبعا برضه مش هتحس باي اثاره، هيقعد هو اللي ياخدك سبعات في ثمانيات بدل العيل الصغير. انما لما تلعب مع واحد صاحبك في نفس مستواك والدوبامين عندك هيفرز ويشجعك اكتر على اللعب، تجيب جول يخش فيك جول وروح التنافسيه عندكم بتعلى. وهي دي قاعده جولدلوكس. نص القاعده: البشر يشعرون بالتحفيز عند القيام بفعل ما في حدود قدراتهم. والكوميديان ستيفن مارتن طبق القاعده دي بالحرف في مدار ال 18 سنه بتوع رحله وصوله للقمه. كان بيزود دقيقه واحده في كل عرض ورا عرض بمقدار يتناسب مع صعوبه العرض ده. تغيير 1% في حياتك هيعمل فيها تطورات عظيمه. طب ماذا عن الاف التغييرات؟ مسكت كل حاجه في حياتك حسنتها بنسبه 1%، حياتك هتبقى عامله ازاي؟ ده المقصود بالعادات الذريه حضره القارئ. ازاي تغير حياتك كلها تغييرات صغيره جدا بس دايما، ومفتاح التغييرات دي كلها في كلمه واحده بس: التكرار. الكتاب ده كله بيتكلم عن طرق بتسهل لك الموضوع، تخليه يبان احسن، تخليك تحب التغيير. ولكن لو بعد كل ده فاكر ان حياتك هتتحسن وهتغير الدنيا كلها وتنجح، يوسفني اقول لك انك غلط. لا انا ولا 1000 كتاب زي ده قادرين يغيروا حياتك طول ما انت مش قادر تغير حياتك بنفسك. ان تقوى على نفسك، هذا هو المفتاح الحقيقي. ربنا سبحانه وتعالى كرم الشخص اللي قادر يتغلب على نفسه. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نفسك هي أصعب خصم في حياتك كلها. كل يوم بتصحى فيه من النوم بتبص في المراية لأقوى أعدائك، ده اللي هو أنت. لو قدرت تتغلب على اللي بتبص له في المراية كل يوم ده، أكد لك إنك هتحقق جميع أحلامك. ربنا معاك ويوفقك في رحلتك، وأنا موجود عشانك. حكاية كتاب كلها معمولة عشان ما تبقاش لوحدك في رحلتك. هفضل معاك على طول إن شاء الله، وأنا وأنت حضرة القارئ هنمشي المشوار سوا. ولحد هنا حضرة القارئ بتنتهي رحلتنا مع كتاب اتوميك هابتس او العادات الذرية للمؤلف الرائع جيمس كلير. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك الحكايات الجديدة اول باول. كان معاك اخوك يوسف شعبان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.